ما بين كاظم الساهر كقيمه وقامه وعمرو دياب. كاظم محترم نفسه، يعني انا قبل ما اقول هو ترند ليه، تعال بس نقارن بين عمرو دياب وكاظم الساهر. كاظم الساهر القيصر وعمرو دياب الهضبه. حتى كلمه القيصر يعني لقب احسن 100 مره من الهضبه. الهضبه تداس بالاقدام، لكن القيصر هو اللي بيدوس بالاقدام، فشتان ما بين الاثنين. نشوف اول حاجه، نشوف المظهر. تعال نشوف كاظم الساهر مظهره عامل ازاي. عمرنا ما شفنا كاظم الساهر لابس حلق. تعالوا اوريكم الصور. عمرو دياب اهو لابس حلق، كاظم الساهر واقف اهو عمرنا ما شفناه لابس حلق، لا يمكن. عمرو دياب عمل لنفسه ديل، ما اعرفش بيتشبه بايه. كاظم الساهر اهو عمره ما لبس، دايما على المسرح بقيمته، بيفكرني بالفنان الكبير عبد الحليم حافظ. هل كاظم الساهر شايفين له ديل؟ لا. طيب عمره لبس شيفون زي احمد سعد كده او زي محمد رمضان؟ كاظم الساهر اهو بدلته قميصه شياكه. طيب شفناه مره لابس عقد؟ شوف احمد سعد المطرب المصري، شوف كاظم الساهر شفناه لابس عقد. شفناه مره طلع في برنامج بيهرج وبيتنطط زي احمد سعد وخلافه؟ لا، دايما حافظ كيانه ومحترم فن. كاظم الساهر حتى ولاده الاثنين، وعنده ولدين ربنا يخليهم له، وسام وعمر. عمرنا ما شفنا وسام وعمر طلعوا ابدا على السوشيال ميديا وهرتلوا او علاقات او عمرو دياب كلنا عارفين بنته وحدث ولا حرج، ودي صور بنته ايه مع صديقها ولبسها، الحياه الشخصيه مالناش دعوه بيها. لكن خلينا نشوف ايه موضوع كاظم الساهر وليه ترند. كاظم الساهر اسمه ايه بقى؟ اسمه كاظم جبار ابراهيم السمراني، هو اسمه كده، كاظم جبار ابراهيم السمراني، من الموصل العراق. ابوه كان فقير جدا، ابوه كان راجل عسكري في الحرس، وهو شاف المر، كان بيبيع غزل البنات. عارفين غزل البنات؟ غزل البنات كان بيبيع كده، بيمشي بالعصايه يلف غزل البنات زي في الشارع في مصر كده بيبيعها، واحيانا كان بيقف على عربيه ايس كريم، وده مش عيب. ما انا قلت قبل كده تامر حسني كان شغال عامل في بنزين، حمو بيكا فنان ده اللي ما فيش زيه كان شغال على توك توك وكان جزار، مش عيب، الشغل مش عيب. فهو ده الفقر بدري قوي، وفضل يجمع فلوس لغايه ما جمع 12 دينار عشان يجيب جيتار، وكان بيحب الفن قوي. هو كبير، يعني كاظم الساهر من مواليد 15/9/1957، يعني عنده 68 سنه، بسم الله ما شاء الله، واقف زي الرمح يمسك الخشب. يعني هو على فكره معاه الجنسيه العراقيه، هو عراقي، معاه الجنسيه الكنديه ومعاه الجنسيه القطريه، يعني بيحمل 3 جنسيات، العراقيه والكنديه والقطريه. اتجوز وهو عنده 19 سنه، ادي صوره فرحه، ده كاظم ده وهو عنده 19 سنه، ومتجوز من بنت عمه اسمها عروبه الساهر اهي، كان عنده 19 سنه، وخلف منها ولدين الاثنين، ساهر او سامر وسام وعمر. وسام وعمر هو ما اتجوزش غيرها، يعني على الورق ما اتجوزش غيرها، وما عندوش غير الولدين دول وسام وعمر. وهو لما سالوه انت يعني ليه طلقت مراتك وانفصلت عنها؟ قال انا اتجوزت وانا عندي 19 سنه، كنت صغير ما اعرفش مسؤوليات الزواج ولا مسؤوليات البيت ولا مسؤوليات الاولاد، فانفصلت عن زوجتي وندمت ندم عمري على الاساءه البالغه اللي انا تسببت فيها لمراتي، رغم ان هي متدينه جدا ودايما كانت بتدعي لاولادي، وانا ما انكسرتش ولا اتهزيت غير يوم وفاتها. هي ماتت على فكره من فتره بسيطه، لكن كنت على علاقه كويسه جدا بيها، وكنت مطمن على اولادي قوي معاها، لان كانت دايما بتحفظهم القران ودايما حريصه وبتدعي لهم. ولما ماتت حسيت انا قد ايه ظلمت الست دي لما طلقتها. لكن هو طبعا محدش يقول ان هو عايش من غير ستات، لكن هو محترم نفسه. يعني مع احترامي لعمرو دياب، مره مش عارف مين الشربيني، دينا الشربيني، مره ما اعرفش عارف مع مين، مره مع الوكي الجديد، لا كاظم الساهر ما نعرفش عنه اي حاجه، محترم او محترم خصوصياته. بيقال ان هو ليه ارتباط بواحده مغربيه وعايش معاها وبيروح لها، لكن فنان في جميع الاحوال، راجل فنان. ايه اللي خلاه ترند؟ ايه اللي خلاه ترند؟ هل اللي خلاه ترند حديثه مع منى الشاذلي؟ كان مستضافاها في الاعلاميه الكبيره منى الشاذلي، وتساله اسئله بسيطه، بتحب المره اللي بتتكلم الست اللي بتتكلم كتير ولا الغيوره؟ قاعد في وقار، لا بيهزر ولا بيتمسخر ولا بيستخف دمه، لا محترم فنه. الواحد بيعشق الانسان الفنان المحترم اللي بيحترم فنه. قاعد قال لها لا 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 اللي تقعد تزن على وداني دي مش عايزها، اتجوز الغيوره. طب بتحب الشقراء ولا السمراء؟ كل هذه نكات، كان ممكن يهرج ويستخف دمه زي عندنا، لا قال لا السمراء، وان كانت برضه الشقراء جميل. اجاباته كلها متزنه، اجاباته كلها وقوره. بتقول له تقدر تبعد
تبعد عن الغنى اسبوع ولا الجيم؟ قال لا ابعد عن الغنى شهر، بس ما اقدرش ابعد عن الجيم يوم. الجيم هو الصحه، اللياقه. حديث طويل جدا كلها اجابات مختصره كانت تصلح انها تكون ترند، ورغم كده مش هو ده الترند، لان لقاء منى الشاذلي ده لقاء قديم. يبقى الترند النهارده عشان يتجوز؟ لا، كاظم الساهر ما اتجوز. يبقى الترند اكيد عيب؟ لا يا اخي، ربنا يديله الصحه، مش عيان، رغم ان عنده يعني 68 سنه، كبير عادي جدا يا جماعه كبار. لا، هو محتفظ بالشباب. اما الترند ايه؟ حد مسكه في منظر غير لائق؟ لا، حد يكون صوره زي محمد رمضان وهو في فرنسا ماسك كاس الخمره وبيتطوح. فاكرين محمد رمضان الفيديو بتاعه؟ يا ترى كاظم الساهر كان في فرنسا ماسك كاس الخمره وبيتطوح؟ لا، كاظم الساهر مسلم متدين. اما ترند ليه؟ يبقى اغنيه جديده كسر بيها الدنيا؟ لا، مش اغنيه جديده. وان كان الترند كان في حفله في دبي، بس حفله كسرت الدنيا. اما ايه الترند طيب؟ لا شرب خمره واتطوح في الشارع، مش سكري زي واحد، ولا لبس ديل زي واحد، ولا لبس حلق، ولا كل يوم بيتنطط مع واحده وسمعته زي الطين. اما ايه اللي خلى ترند؟ ما احنا متعودين على الترند ده. اغرب ترند شفته في حياتي، وما اعتقدش هيكون في ترند تاني زي كاظم الساهر. الترند بتاع كاظم الساهر عارفين ايه؟ تسريحه شعر. يا امه العرب، الفنان طالع عامل نيلوك، فنان عامل نيلوك عادي جدا، مسرح شعره ومخليه باللون الرمادي. طلع المسرح، الجمهور شافه. الترند كان ايه؟ تسريحتك تموت. حلوه موت، تسريحتك تموت يا كاظم، بموت في تسريحتك يا كاظم، شعرك يجنن يا كاظم. ادي الدوله العربيه، خلينا تسريحه فنان ترند. واقف على المسرح هو في دبي، لقى الجمهور كله مش عايز يعرف الاغاني اللي هيغنيها ولا المفاجاه اللي عاملها باغنيه جديده، عايزين يعرفوا النيولوك الجديد ده. فكاظم الساهر ضحك، هو انسان بيحترم فنه، وضحك من قلبه، وكلنا بنحبه بامانه عشان محترم. وقال لهم يا جماعه والله ما عملت حاجه، انا سويت لها هيك، طلعت كده، هي اترتبت كده، اعمل لها ايه طيب؟ والله ما عملت حاجه. الجمهور مات على نفسه من الضحك وابتدى يسقفوا له على تسريحه الشعر. راح غنى اغنيه اراضي خدودها تزعل شفايفها. شوف الاغنيه، اراضي خدودها تزعل شفايفها، تسبل عيونها، لو لمست كفها تنسى نفسها. ايه الكلام ده يا كاظم؟ احنا بنسمع الاغنيه، هو طبعا الجمهور ساب الاغنيه وقعد شعرك يا كاظم، بموت في شعرك يا كاظم، لون شعرك يا كاظم، بحب شعرك يا كاظم. شعر ايه يا جدعان؟ هو شعر يعني؟ الراجل غير تسريحه شعره وعمل شعره رمادي وخلاها كده بالاستشوار. فهو حركته العفويه، ما عملتش، ما سويت لها هيك، هي بترتبت كده، ما عملتش حاجه، والله ما سويت شيء، بقى ترند. وراح غنى الاغنيه اللي كهربت الدنيا، اراضي خدودها تزعل شفايفها، تسبل عيونها، لو لمست كفها تنسى نفسها. اما لما مسك كفها نسيت نفسها، اما لو مسك دراعها ولا ما اعرفش. لكن الاغنيه انا طبعا مش حافظها، انا حتى كتبتها قدامي، اراضي خدودها تزعل شفايفها، تسبل عيونها، لو لمست كفها تنسى نفسها، ما اعرفش انا طبعا. لكن الترند كله تسريحتك تموت يا كاظم. تعالوا اوريكم الفيديو بتاع كاظم وهو بيعمل بشعره هيك. بس قبل ما اوريكم الفيديو تعالوا نشوف اجاباته مع منى الشاذلي وهو بيجاوب باحترام ووقار، رغم الاسئله كانت ممكن تكون ماده دسمه جدا للاستخفاف والاستظراف. تعالوا نشوف ونرجع له تاني. ايهما تختار، المراه الثرثاره ام المراه الغيوره؟ لا، اخذ اللي تغار طبعا، اللي هاي طق 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 هاي. ايهما اهون، اسبوع من غير جيم ام اسبوع من غير غنى؟ الاهون ان شاء الله ما غني شهر، جيم اهم شيء. اوف. إيه طبعا. كاظم الساهر يفضل الشقراء ام السمراء؟ السمراء. نشوف بقى وهو واقف على المسرح وبيعمل شعره كده بعفويه وبيضحك مع الجمهور، ونرجع لكم تاني. عيني شعرك حلو. مساء الخير. شفتوا بقى الترندات بتاعتنا العرب؟ هو ده الترند بتاعنا، فنان ترند كل السوشيال ميديا بتتكلم عنه، مش طفل بيموت من الجوع، ولا امراه الاحتلال هتك عرضها، او شاب تم اطلاق النار عليه، او قناص لسيده فلسطينيه محترمه بتجاهد عشان تجيب شويه دقيق لاولادها. لا، الترند كاظم الساهر هز شعره. يا امه العرب، ترند كلنا لازم نتكلم عنه. اشكركم.